هيروح لسدرة المنتهى، وهنا توقف سيدنا جبريل وقال له انطلق أنت يا محمد. فسيدنا محمد بص له وقال له أها هنا يفارق الخليل خليلا؟ انت هنا جاي تسيبني؟ ده انا كل خطوة بسألك من هذا يا أخي يا جبريل، ايه ده؟ كل حاجة بسألك وانت الدليل بتاعي وبطمن بوجودك، عايز تسيبني هنا؟ أها هنا يفارق الخليل خليلا؟ فسيدنا جبريل رد عليه قال له يا محمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن رحلة الإسراء والمعراج. أول فيديو كان بيتكلم عن ال10 سنين اللي قبل رحلة الإسراء والمعراج والشقاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه عشان ربنا يكافئه برحلة الإسراء والمعراج. تاني فيديو كان بيتكلم عن ال3 مرات اللي شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تالت فيديو كان بيتكلم عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق هو وسيدنا جبريل من مكة، من الكعبة إلى بيت المقدس. إيه اللي شافه في الطريق وإيه اللي حصل وإيه اللي خلى أمة محمد بعض منها لازم يدخل النار. عرفنا الكلام ده كله في الفيديو، وهحط لكم اللينكات ال3 في أول تعليق مثبت إن شاء الله. المرة دي بإذن الله هنتكلم عن رحلة المعراج. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج، يعني صعد من السماء، من الأرض إلى السماء. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج يعني صعد من الأرض إلى السماء. أول ما راح أول سماء استفتحوا ففتح لهم، والملائكة سألته أنت مين ومعك مين؟ فقالوا أهلا بك وبمن معك، وفتحوا له السماء الأولى. فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقال إن في كل سماء كعبة زي الكعبة اللي في الأرض. دخل فلقى سيدنا آدم أبو البشر وأبو الأنبياء كلهم جالس وساند ظهره على الكعبة اللي في السماء الأولى، ولقاه على يمينه سواد أعظم، ناس كتير، نطف كتير، كل ما يبص لهم يضحك، وعلى شماله ناس كتير كل ما يبص لهم يبكي. فقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، أبو البشر كلهم، واللي على يمينه دول نطفته اللي داخلين الجنة، فكل ما يشوفهم يفرح ويسعد، واللي على شماله الناس اللي داخلين النار، فكل ما يشوفهم يبكي. فأقبل عليه وسلم عليه وتعرف عليه. فقام سيدنا جبريل عرفهم على بعض فقال أهلا بالابن الكريم والنبي الكريم، مرحبا بك، وسلم عليه. تمام، ودعا له بالخير والبركة والتيسير في الرحلة. انطلق للسماء الثانية، وبرضه حصل نفس الحكاية، استأذن وفتح له السماء هو وسيدنا جبريل، وعرفوا الملائكة انه جاي وربنا اللي طلبه. لقوا في السماء الثانية مين؟ ابني الخالة. ابني الخالة مين؟ سيدنا يحيى وسيدنا عيسى. سلم عليهم وقالوا أهلا بالنبي الكريم والأخ الكريم، وتمنوا له الخير والتيسير في رحلته والبركة فيه. وطبعا في السماء الثانية قبل ما يعدي منها كان في هنا وصف لسيدنا يحيى. سيدنا يحيى ربنا أصلا وصفه في القرآن وقال لنا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كان بعيد عنه أي شهوة، وما كانش بيفتن بالنساء زي أي راجل. سيدنا عيسى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا، قالوا إنه كان تلتين، لا طويل قوي ولا قصير قوي، وممتلئ شوية، وكمان شعره أكنه بيقطر ماء ومتسرح وناعم ونازل لحد أكتافه، وكان أبيض الوجه. تمام. فانطلق بقى للسماء الثانية، للسماء الثالثة، وقابل فيها سيدنا يوسف، وقال عن يوسف أنه أوتي شطر الحسن. سلم على سيدنا يوسف، سيدنا جبريل عرفه عليه فقال أهلا بالأخ الكريم والنبي الكريم، وتمنى له الخير والبركة والتيسير في رحلته، وأن ربنا يرزقه منها الخير الكتير. طلع للسماء الرابعة فوجد فيها سيدنا إدريس. وسيدنا إدريس له قصة عجيبة جدا، إنه هو أصلا مات في السماء الرابعة. ربنا بيقول في كتابه الكريم ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس كان له صديق من الملائكة، فخده في مرة قال له أنا عايز أتفسح وأشوف الجنة وأطلع فوق أشوف الدرجات العلى. فخده وراح فرجوا الجنة وشاف اللي في الجنة ونعيم الجنة. وهو في السماء الرابعة قابل ملك الموت. مين؟ الملك اللي شايل سيدنا إدريس على ظهره. فقابل ملك الموت فبيقول له انت رايح فين؟ قال له انا جيت هنا عشان مأمور ان انا اقبض روح ادريس في السماء هنا، وانا مستغرب ايه اللي هيطلع ادريس للسماء وهو اصلا عايش في الارض. قال سبحان الله ادريس على ظهري.
فالتفت ملك الموت وقبض روحه ومات في السماء. ده قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالترحاب وقال أهلا بالأخ الكريم والنبي الكريم، ورحب بيه واتمنى له الخير في رحلته. طلع للسماء اللي بعد كده وهي السماء الخامسة، فقابل فيها مين؟ سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، وكان سمح وطيب وحليم وجميل، فرحب به وقال له أهلا بالنبي الكريم والأخ الكريم، واتمنى له الخير في رحلته، وانطلق للسماء اللي بعدها. فقابل فيها مين؟ اللي هي السماء السادسة، قابل فيها أخوه سيدنا موسى. أول ما سيدنا موسى شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال سيدنا جبريل قال له ما يبكيك يا موسى. الأول سلم عليه ورحب بيه واتمنى له الخير في رحلته، ولكنه بعد ما مشي كده بكى. فسيدنا جبريل بيقول له ما يبكيك يا موسى؟ قال غلام جاء من بعدي وتدخل أمته الجنة أكتر من أمتي. فده السبب في حزن سيدنا موسى، إنه عارف إن أمة محمد أمة مرحومة وأمة لها درجات علا، حتى إنه هو في وقعة قبل كده لما ألقى الألواح وأخذ الألواح بعد كده وبص فيها لقى وصف الأمة، كان كل ما يشوف وصف من الوصف يقول اللهم اجعلها أمتي، ربنا يقول له تلك أمة أحمد، اللهم اجعلها أمتي. أوصاف جميلة لأمة محمد هنعملها في فيديو تاني إن شاء الله، لو عايزينها قولوا لي وأنا أعملها لكم فيديو رائع يجي 7-8 أوصاف لأمة محمد. سيدنا موسى لما شافهم قال اللهم اجعلهم أمتي، ربنا يقول له تلك أمة أحمد، في الآخر قال اللهم اجعلني من أمة أحمد. فالمهم لما عدى سيدنا موسى بكى، فقال سيدنا جبريل يقول له ما يبكي؟ قال غلام جاء من بعدي تدخل من أمته الجنة أكتر مما يدخل من أمتي. المهم سيدنا محمد انطلق وطلع للسماء السابعة، فقابل مين؟ أجمل الناس وأكمل الناس سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نعدي النقطة دي، سيدنا محمد وصف لنا سيدنا موسى وقال إنه ربع، يعني مربع كده مليان جسم طول بعرض كده، ولكنه مش طويل قوي، ولكنه مليان، جسمه مليان ولونه أسمر الوجه، وشعره برضو مسرح وناعم ونازل على أذنه كده. فالمهم وكان شديد، يعني في غلظة كده في القول وفي التصرفات، وده حتى كان باين في وصفه انه كان سريع الغضب وعصبي وبيتنرفز بسرعة. المهم نطلع بقى لسيدنا إبراهيم. سيدنا النبي أول ما شافه طبعا استفتحوا برضو زي ما حصل في كل سماء، فتحت له الملائكة، دخل لقى سيدنا إبراهيم ساند على البيت المعمور في السماء السابعة وبيحفظ أطفال المسلمين القرآن. فقال من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا نبي الله إبراهيم. فدخل سلم عليه سيدنا إبراهيم، سلم عليه ورحب به وقال أهلا بالنبي الكريم والابن الكريم، ورحب به وقال له أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلتكم تحية سيدنا إبراهيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى سيدنا إبراهيم وآله. فسبحان الله بلغنا منه السلام، وتمنى للنبي صلى الله عليه وسلم الخير والرفعة في الدرجات، ودعا له ودعا لأمته بالخير. وانطلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك، عدى السماء السابعة وهيروح لسدرة المنتهى، وهنا توقف سيدنا جبريل وقال له انطلق أنت يا محمد. فسيدنا محمد بص له وقال له أها هنا يفارق الخليل خليلا؟ أنت هنا جاي تسيبني؟ ده أنا كل خطوة بسألك من هذا يا أخي يا جبريل، إيه ده؟ كل حاجة بسألك وأنت الدليل بتاعي وبطمن بوجودك، عايز تسيبني هنا؟ أها هنا يفارق الخليل خليلا؟ فسيدنا جبريل رد عليه قال له يا محمد أنت المطلوب، وأنا إذا تقدمت احترقت، أنا لو تقدمت أكتر من كده احترقت، وأنت إذا تقدمت اخترقت، لكل منا مقامه وانت مقامك أعلى، انت المطلوب، انطلق وهتتيسر الرحلة إن شاء الله. هنا ساب سيدنا محمد سيدنا جبريل وانطلق إلى ما بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. المرة الجاية إن شاء الله هنعرف شاف إيه في سدرة المنتهى، هنعرف وصفها، هنعرف الجمال والروعة اللي محدش يعرف يوصفها، هنعرف عمل ايه لما دخل على ربنا الكريم، وكلمة التشهد والتحيات جت ازاي وحوارها ازاي، ده رد مين؟ سيدنا النبي قال ايه وربنا رد عليه قال ايه والملائكة ردت قالت ايه.
هنعرف الكلام ده كله المرة الجاية، وهنعرف كمان ايه الهديتين اللي اداهم ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف كيف شرعت علينا الصلاة، وكل العبادات شرعت في الأرض إلا الصلاة شرعت في السماء، وإزاي اتعلمنا الصلاة ومين اللي بيعمل حركات الصلاة. هنعرف الكلام ده كله، وهنعرف ايه الهدية التانية الغالية اللي ربنا اداها لأمة محمد على خلاف باقي الأمم، وهنعرف رحلة الرجوع وكل اللي فيها إن شاء الله. بس اعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.